مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية وشفنا معاكم حياة البدو وجنوب سيناء وقد إيه هذه الحياة البسيطة لكن الجميلة في نفس الوقت. لسه مكملين كلامنا معاكم عن جنوب سيناء، لكن هنتكلم من الجانب الاستثماري وخاصة السياحي، وزي ممكن نعيد السياحة وتزدهر السياحة أكتر في جنوب سيناء. لكن في البداية خلينا نرحب بضيفنا اللي منورنا النهاردة، الخبير السياحي الأستاذ عدلي المستكاوي. بنرحب بحضرتك جدا على شاشة المصرية. منور يا فندم، اهلا بيك معانا. في البدايه استاذ عدلي، عايزه بالظبط كده يعني زي ما قلت، ازاي نعيد المستثمر مره تانية لهذه المنطقه، منطقه جنوب سيناء؟ المستثمر ولا السائح؟ السائح والمستثمر في المجال السياحي. الحقيقه احنا ببتدي اقول كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. احنا لما بنفتكر السياحة لازم تجي لنا حالة بهجة وسعادة، لأن مصر فعلا كنز، والمصريين حراس الكنز وصناع الكنز وصناع سور مصر السياحي العظيم اللي اتبنى في ال25 أو ال30 سنة اللي فاتوا. سور بطول 30 كيلومتر، 3000 كيلومتر بيمر بشواطئ مصر كلها، بما فيها طبعا كل سواحل مصر من البحر الأحمر، خليج العقبة، خليج السويس، والبحر الأبيض. وأنا يمكن منحاز شوية لجنوب سيناء، لأن أنا بقالي 27 سنة هناك من أول ما ابتدت، من أول ما استلمناها ما شاء الله. وساهمت مساهمتي الضئيلة في إنشاء أول فندق يمكن سياحي في جنوب سيناء. على كده حضرتك ينفع ترصد لنا السياحة زادت إمتى وقلت إمتى، وإيه أسباب الزيادة وإيه أسباب النقصان؟ السياحة فيما أنا ممكن أتكلم عنه، جنوب سيناء في زيادة مستمرة من أول ما ابتدينا وبنسب اسمح لنا استاذ عدلي، مشاهدينا بنوه كمان انه رقم التليفون ظاهر على الشاشه علشان مشاركتكم ومداخلتكم كمان معانا. للناس اللي ما بتتفرجش على المسلسلات دلوقتي بالظبط كده، يعني يخشوا معانا على التليفون ويشاركوا معانا ان شاء الله في الحلقه. جنوب سيناء هو المثلث الذهبي انا بسميه، لان هي مجموعه جبال ليها تاريخ عظيم. كفايه ان ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى وادى الوصايا في جبل موسى، ودي حالة نادرة على الكرة الأرضية. طبيعة الجبال والشاطئ والأعماق، وأنه أعظم أكواريوم أو من أعظم المتاحف المائية الطبيعية في العالم، ده بيدي خصوصية شديدة جدا لجنوب سيناء. إن كفاية إن أنا بقى قاعد في غرفة أنزل على الشاطئ بقيت في متحف مائي. دي حاجة مش موجودة في أي حتة في العالم. تأكيد. مصر كنز، مش شعار، إنما هي حقيقة، وإحنا حراس هذا الكنز. السياحة في مصر ممكن هي مستقبل الاقتصاد في مصر، او هي الجزء الكبير من الاقتصاد، او هي حصه مصر في السياحه في الاقتصاد العالمي. عشان كده يا فندم احنا عايزين، اسمح لنا نخش في الموضوع، ازاي نعيد المستثمر السياحي وازاي نعيد السائح لهذه المنطقه اللي بتحوي زي ما حضرتك تقول كنوز، ان كان سانت كاترين ولا طابه ولا شرم الشيخ، راس محمد، كل هذه المناطق والمتحف المائي العظيم. واهم من ده كله الترفيه. مهم جدا ان السائح اللي بيجي على الشاطئ ما ياخدش شمس وميه، لان دول ببلاش. احنا عايزينه يصرف، عايزينه يلاقي منتج يصرف فيه، والمنتج ده هو الترفيه، وخاصة للعائلات، ان يبقى من سن سنة ل90 سنة عنده مجال انه يروح يتفسح ويعمل سفاري. لو مش قادر يعمل سفاري يعمل غطس، لو مش قادر على الغطس احنا لازم نخلق المنتج، وهو مدن الترفيه والمهرجانات والمعارض يعني إعادة تخطيط المدينة السياحية. لأن احنا 3000 كيلومتر شواطئ، المفروض كل 60 كيلومتر في زي قلعة أو هي المدينة. شرم الشيخ، نويبع، دهب، طابة، في البحر في البحر الأحمر نفس الموضوع. جميل. فاحنا كل 60 كيلومتر كده في مدينة انشئت وبقت عاصمة المنطقة. المدينة دي يجب إعادة تخطيطها بحيث إنها
تحتوي على مشاريع ترفيهية. الغرف بس مش كفاية. احنا المشكلة اللي بنواجهها هي مش الاستثمار قد ما هو السعر. احنا عندنا السعر متدني جدا. تدني السعر ده جاي نتيجة المعادلة المعروفة. هو ده في صالح السياحة بشكل عام أصلا تدني السعر، ولا يعني ده خالص ضد صالحها؟ خالص، هو مش في صالح السياحة ولا في صالح المجتمع المصري. ان احنا عايزين نزود الضرائب، عايزين نزود القيمة نفسها، فالضرائب بتزيد. كلام حضرتك عن الضرائب هيزعل اصحاب المنشآت السياحيه، لانه كان مطلب رئيسي من مطالبهم انه يتم تخفيض الضرائب، خاصه الضرائب على المبيعات فيما يخص قطاع السياحه. طبعا احنا من ضمن الحاجات اللي مرهقه جدا ان في حوالي 13 او 14 جهه بتاخد من الفنادق بتحصل ضرائب او دمغات او ترفيه او انما انا سعري لازم يزيد. لما يزيد سعري ده نتيجة عرض وطلب. أنا دلوقتي المعروض عندي كبير، 225 ألف غرفة موجودين في مصر، واللي تحت الإنشاء 208 ألف غرفة، وبالتالي المعروض فيه تزايد. وده شيء مش غلط، ده شيء احنا طالبينه، بس لازم نزود قدامه الطلب. لو ما زادش الطلب بيفضل السعر يتنازل. يعني انا اقول لسعادتك الملاحظه الاساسيه ان احنا في الخمس ست سنين الاخيره احنا السعر بتاعنا بينزل 10% كل سنه. عدد السياح بيزيد 10 او 20% كل سنه. بس السعر بينزل يعني نتيجه العرض والطلب. جميل. فعشان ازود الطلب يبقى لازم اعمل اجراءات اساسيه. جميل. استاذ عدلي، حضرتك كنت حاضر مؤتمر مؤخرا وقلت فيه تصريح كده انه ثوره 25 يناير غير مسؤوله عن حاله التردي اللي بيشهدها قطاع السياحه حاليا في مصر، واكدت انه معدلات الاشغال في مدن جنوب سيناء وصلت لحوالي 80%. من اهم العقبات حضرتك اللي بتواجه قطاع السياحه، شركات السياحه ملهاش طائرات خاصه. يعني كيف يتم تدعيم هذا الموضوع بحيث انه الشركات يعني تبعد عن سيطره شركات الطيران ويبقى منها لنفسها مع السائح، وبالتالي ده كله هيأثر على الأسعار؟ ازاي ممكن نحقق المعادلة دي؟ ثورة 25 يناير قامت لتقضي على الفساد والاحتكار. تأكيد. والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. والعدالة الاجتماعية لازم تيجي نتيجة زيادة الإنتاج. مش هيكفي إعادة توزيع الدخل، لازم نزود الإنتاج. عشان نزود المنتج احنا كسياحة نزود السعر ونزود الغرف، بس لازم نزود السعر. عشان نزود السعر لازم اتحرر من ان انا ابقى تحت سيطرة الشركات العالمية، لان الحضارة الرقمية اللي سبب من اسباب الثورة المصرية او احد دعائم الثورة المصرية هي الحضارة الرقمية. طبعا. الحضارة الرقمية بتنهي دور الوسيط، يعني من المنتج للمشتري اللي في النص بينتهي. احنا مش عايزينه ينتهي، التور اوبريتور اللي عندنا يكملوا، بس احنا الزياده عندنا في الغرف اللي بتحصل وفراغ الغرف اللي حصل نتيجه بعض الارتباكات اللي حصلت مؤخرا. كل لما تفضى اوض انا لازم يبقى عندي فرصه ان انا اقدر ابيعها على النت. يبقى انا محتاج تسويق قوي جدا على النت، واحنا لسه ما دخلناش هذا المجال بقوة. تسويق بمعنى تسويق وبيع، يعني أنا بسوق وببيع. وده مستقبل السياحة في العالم. أولا السياحة العالمية 70% منها شاطئية. وإحنا في مصر في ال 25 سنة اللي فاتت بنينا سور مصر السياحي العظيم اللي هو شواطئ مصر. ده دلوقتي بياخد 70% من السياحة المصرية. يعني لو عندنا 14 مليون سايح سنة 2010 في منهم 10 مليون جايين للشواطئ. إذن سياحة الشواطئ سياحة مهمة. أدعم المدن، وجنب ما بدعم المدن وبجددها وبحط فيها المشاريع الترفيهية لازم يبقى عندي شركات طيران خاصة أو مصرية مشتركة. يعني مع روسيا، مع إنجلترا، مع كل البلاد المانحة للسياحة. أنا لازم يبقى عندي خطوط طيران رخيصة على النت وأسوق النت كويس. صحيح. يبقى أسوق ويبقى عندي طيران، لأن لو سوقت من غير طيران ما أنا رجعت في نفس الحلقة المفرغة تاني، إن أنا عندي ناس عايزة تيجي بس مش عارفة تيجي إزاي. حضرتك ذكرت في وسط كلامك الترويج للسياحة، وأنا الحقيقة مش عايزة أفوت النقطة دي. وإحنا في الفترة دي يمكن بنشهد شوية ركود في السياحة والدنيا شبه متوقفة. ليه ما نكونش بنفكر في إعادة عمل أجندة للسياحة عن طريق طبعا الترويج، وعن طريق عمل المهرجانات والمسابقات نجذب بيها السائح؟
ده اساسي. وانا برضو في فتره حلمت بان احنا ممكن يعني نرجع عروس النيل، نرجع مهرجان عروس النيل ونحدف كل سنه. ما فيش داعي نحدف اي حد، نحدف ورد ونحدف ورد. اوكي. يعني احنا عندنا امكانيه النيل دي عظيمه جدا، ان النيل ده يتحول لاعظم مهرجان في العالم. صحيح. أكيد. وعندنا المراكب وعندنا الفن وعندنا الثقافه. ممكن اجي في الاقصر واجيب بافاروتي واجيب اوبرا، لكن النيل مش ممكن اجي موجود في الشواطئ واجيب فنانين. النيل مش موجود لا في شمال ولا في جنوب سيناء. احنا ممكن نستغل المهرجانات ازاي بقى في هذا المكان الخاص يعني؟ ان احنا مسابقات غطس مثلا من النوعيه دي مقصود، مسابقات ومهرجانات ومهرجانات رياضيه. لازم نعيد لمصر الفرحه والبهجه، بحيث ان اللي بيجي سياحه ده مش جاي بس للمتاحف والثقافه، وده شيء عظيم طبعا واحنا بنمتلك الرصيد الاعظم فيه. مش يجي بس عشان الشمس، ان الشمس بياخدها ببلاش. انا عايز اديله برامج يجي يتمتع ويجي يكرر، يبقى كل سنه عارف ان هو الشتويه بتاعته يا استاذ علي. احنا مش عايزينه يبقى احلام بس، يعني حضرتك بتقول انا حلمت، احنا عايزينه يبقى على ارض الواقع. وحضرتك احد المؤسسين للفنادق، بالظبط، للفنادق والمناطق السياحيه. ليه مش الامر ده ما بيتنفذش ليه على ارض الواقع؟ انا شايف ان احنا في وقت دلوقتي ان كل الاحزاب وكل النقابات اللي بتعمل في السياحه، والنقابات ابتدت بائتلاف داعمي السياحه، وده فكرة عظيمة من كل نقابات العاملين بالسياحة في مصر، وهم يقدروا بحوالي 5 مليون عامل يعملون في إطار السياحة مباشر أو غير مباشر. الناس دهيت عايزة تجمع كل الورق وكل النقاط اللي ممكن تمثل خارطة طريق لمشروع القومي للنهضة السياحية. يعني لازم نتعامل مع السياحة كمشروع قومي، ونتعامل معاه زي الصناعة وزي الزراعة. يبقى بنقدم مشروع قومي للسياحة يعرض على مجلس الشعب القادم ويقدم إلى وزير السياحة، بحيث أن يبقى الوزير اللي جاي عنده خارطة طريق. صحيح. بذل فيها مجهود كل النقابيين وكل المستثمرين العاملين بالسياحة، مش واحد بس أو اتنين. ده مشروع قومي للنهضة بالسياحة في مصر، لأن السياحة تعتبر برضو الركيزة الأساسية للصناعة وللاقتصاد المصري. بالتأكيد. على ذكر الورق وعلى ذكر جدول الأعمال، أنا لفت نظري وجود خريطة شكلها جميل جدا مع حضرتك بصحبتك. أنا عايز أعرف الخريطة دي فيها إيه بالتحديد، والغرض من وجودها معانا النهاردة إيه أصلا؟ هي الخريطة بس بتقول إن مصر الكنز وسور مصر السياحي العظيم. لأن ناس كتير لما بقول لهم سور مصر السياحي العظيم يقولوا يعني إيه؟ أقول لهم يعني 3000 كيلومتر من الشواطئ الخاصة جدا، سواء البحر الأبيض برماله البيضاء بجوه بالطبيعة الجميلة بتاعته، أو البحر الأحمر ومثلث الذهبي بتاعنا بتاع سينا. دي كلها البحر الأحمر ده متحف مائي. سور مصر السياحي العظيم هو اللي هيحمي مصر من الفقر لمئات السنين القادمة، لأن ده سور أعظم من سور الصين العظيم، ويضرب في 100 السد العالي. يعني المصريين أنجزوا في ال25 السنة اللي فاتت سور مصر السياحي العظيم، اللي هو بيمثل 70% من السياحة، وهو في أقل الأسعار العالمية حاليا. يعني احنا ما قدمناش غير ان احنا نطلع بالسعر ونطلع بالغرف. يعني وال3000 كيلومتر دول احنا بنينا نصهم بالكتير، النص الباقي ده للجيل اللي جاي كله نشتغل فيه. كلام حلو ومشجع قوي الحقيقه. ان احنا ما خلصناهوش، احنا ابتديناه وعلينا نكمله. استاذ عدلي بسرعه كده، كان اليوم الأحد اللي فات كان معانا سياده الوزير منير فخري عبد النور على التليفون، واكد كده بنبره متفائله جدا انه السياحه قادمه. تعقيب صغير من حضرتك عن كلام سياده الوزير والتفاؤل اللي السياحه قادمه، لان ثوره 25 يناير هي ثوره نجحت سلمية، وانتصار السلام هو شعار السياحة. تأكيد. فأعتقد أن احنا بعد 25 يناير هنبقى رمز للسلام، زي ما كنا رمز للسلام قبل 25 يناير. بس 25 يناير أول ثورة تقوم بشكل سلمي. فدي دعاية جديدة للسياحة في مصر.